يا دكتور انا ضغطي عالي، قست الضغط لقيته عالي، هو ده ممكن يبقى بسبب المرض ولا بسبب الادويه ولا حاجه تانية؟ واعمل ايه؟ النهارده هنتكلم على ارتفاع ضغط الدم في الامراض الروماتيزميه. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. هو الضغط ممكن يعلى فعلا في امراض الروماتويد والذئبه الحمراء وكل الامراض بتاعتنا اكتر من الناس اللي ما عندهمش الامراض بتاعتنا؟ الحقيقه الدراسات بتقول وده لاسباب عديده جدا. اولها الالم. الالم هو اكتر حاجه ممكن ترفع الضغط، وبالتالي السيطره على المرض والانتظام في العلاج هو اهم حاجه، ان هي تحافظ ان الضغط ما يعلاش عشان هي اللي بتهدي الالم. نمره 2، طبيعه المرض نفسه، لان احيانا الامراض بتاعتنا تؤثر على الكلى، ومعروف ان الكلى لما بتتاثر بيبدا ضغط الدم يعلى. الحاجه الثالثه المرحله السنيه، لان مثلا مرضى الروماتويد في المرحله السنيه دي مشهور ان الضغط بيبدا يعلى في المرحله السنيه دي، ومشاكل تصلب الشرايين بتبدا في الوقت ده، فممكن جدا الضغط يعلى بسبب تزامن المرحله السنيه بتاعت بدء الروماتويد مع الضغط. الحاجه الرابعه ارتفاع الكوليسترول، وده مشهور في مرضى المناعه بتوعنا كلهم، عشان كده احنا بنصر احيانا كتيره جدا في المتابعه ان احنا نعمل تحليل كوليسترول، وكتير من المرضى بيبقوا مستغرب علشان لو الكوليسترول عالي ونزلناه بنمنع ارتفاع ضغط الدم عشان بنمنع تصلب الشرايين. اخر سبب هو الادويه. ساعات الادويه بتاعتنا بترفع الضغط، والادويه اللي مشهور عنها كده هم طبعا المسكنات والكورتيزون، ودواء بنستخدمه احيانا في مرضى الروماتويد اللي هو الليفلوناميد زي الافارا والارس فري، وده لما بيعلى بسبب الادويه بنبدا ندي ادويه او نقلل جرعات الادويه اللي تسببت في ارتفاع ضغط الدم. اخيرا نصائح لاي مريض ضغط وعنده مرض روماتيزمي: قلل الملح، امشي نص ساعه كل يوم، حاول تظبط نومك، اشرب 3 لتر ميه في اليوم، تابع التحاليل بتاعه الكلى والكبد والكوليسترول باستمرار، حافظ على دواك وروق بالك، ودمتم سالمين.